صحة فطوركم بنات. ان شاء الله تفطروا بالصحة والستر. دخلت هاد لافوا تاعي باش نطلب منكم اعتذار. ما نجمتش نحط البولي الدجاجة محمرة مستيكية في الطبسي، نظرا لعهدت نفسي ان ما نحطش الاطباق وطاولة رمضان. كاين الناس بزاف لا غالب الحق ما لاحقينش. دونك انا وريتكم الطريقه، وريتكم الفكره، وانتم تبعوها ولا تفنوا فيها، وعلى ضمانتي تجربه جديده مع شوربه الحريره. سيوها وهي كتغيير. شكرا، وان شاء الله تتفهم. الحمد لله يا ربي، عفوا. ان شاء الله يا ربي تفهموني. وانا ضد الطاوله، ضد الطاوله. شكرا، صحة فطوركم. ان شاء الله تكملوا الفيديو الاخير، وان شاء الله نتمنىكم تدعموني وتبارطاجوا لي القناه تاعي. شكرا لكم مني كل الاحترام والتقدير. سلام بنات، كي راكم دايرين؟ لاباس غايه؟ الحمد لله. راكم على شهر رمضان. يلا كوراج بنات، كوراج. جيت نتقاسم معكم اليوم دجاج فارسي. الدجاج فارسي كل وحده وطريقه تاعها، كل وحده وكي ديرها ويجيبني. ولكن غادي نوريكم واحد الطريقه انا نديرها وجربوني، ومشي جربوني وجربوها ان شاء الله وديروا فيا الثقه. بنينه بنينه بنينه. لا فارسي غادي نديرها. حنا بكري كنا نديرو كفته راوز، ولا نديروها كفته والسميد الغليظ. نعم، كاش نهار نديرها لكم السميد الغليظ، ولا كفته والشعريه الصينيه. هذيك الشعريه الصينيه معروفه، من عارفه لا معروفه عندكم في الجزائر. بصح انا غادي نديرها، انا عمرها بلا فيغميسال. راكم تشوفوا بالشوربه، لا فيغميسال تاع الشوربه اللي نديرو بها الشوربه. احبابنا المغاربه خوتنا يقولها الشعريه، حنا نقولها الشوربه. ماشي لسان الطيره. شوفوا مليح، شوربه. غلى الماء، درت الماء يغلي، درت الملح، درت الزيت، قصت الشعريه، قصت الشوربه، درت لها 1 2 3 5 6 7 8 9 10. طفيتها وصفيتها وشلتها من الماء بارد باش تقعد لي هكا مفتة وتشوفوا، وما تقعدليش معجنه. الدجاجه ها هي معروفه مغسوله وحالتها من كاع الجوانب. هنا ما شتهاش شطاها لي مقطعه البوشي، ولكن لا علينا. دوك نديرها كيردون وسهل الحال. ها هي الدجاجه. انا شا غادي ندير في هاد الشعريه راكم تشوفوا ان شاء الله. عندي هنا بصل والثوم مقلي في الزيت، مقلي في الزيت. وراكم تشوفوا الزيت ها هو بقالي عمدا خليته. بصل والثوم ومين تقليته كاع راكم تشوفوا درت شويه زعتر، ماشي بزاف، شويه زعتر. غادي نضيفوه هنايا. وعندي هنا شويه بصل خضر، ها غير شويه بصل خضر مقصوص رقيق رقيق رقيق. نسيت الثوم، دوك راح نجيبه. وهنا عندي خليط ما بين القزبر ومعدنوس نقطع. راكم تشوفوا ها هو الثوم. نديرو الثوم، غادي ندير له سكنجبير. لا هذا الثوم غبره، غير شويه غير شويه، راس تاع مغرف صغيره. وغادي ندير ملعقه صغيره تاع سكنجبير. الدجاج يبغي سكنجبير. هذه فلفله الحمراء الحاره السودانيه. وغادي ندير البزار، وما غاديش نكثر الملح، غير هكا شويه، ها غير شويه. فوالا، على درت غير شويه
البصل والثوم قليته في الزيت، درت له نص حبه تاع جامبور. من طابلي درت له نص حبه تاع جامبور، وغادي ندير فيانداشي. هنا فيانداشي لو كان تديروها وتسيوها. هذا البصل المقلي مع الثوم يعطي واحد البنه. وهذه الطريقه تاع الشوربه جربوها ورجعوا عليا الخبر. بنينه يا شيرات، احسن من الرز بسمتي، احسن من الشعريه، واحسن من الرز بسمتي. قلت لكم الطريقه اللي طيبتها. تغلوا الماء من يغلي تقيسوا الماء فيه الزيت والملح، وتقيسوا الشعريه وتوقفي حداه وحسبيه حتى العشرة. من تحسبي حتى العشرة صفيه وشليه بالماء بارد. نسهل عليا الامور. عندك عده طرق كما بغيتي، تنجمي ديريه في الكوكوطه ولا تنجمي تفوريه وتحمري هاد الدجاجه من بعد في الفرن. انا لا، غادي نختصر، غادي ندير هاد الاكياس تاع الدجاج. هنا غادي ندير وحده للدجاجه، وغادي ندير وحده البوم دو تير، غادي نرفق معاها بوم دو تير. غادي نوجد هذه. شوفوا اش غادي ندير فيها، سمحولي. غادي ندير فيها بشله شويه حمر، ندير فيها سكنجبير، وعارفين الدجاج وسكنجبير حباب. غادي ندير شويه ثوم. هذا ثوم غبره صنعته انا، هذا ثوم غبره، هذا تشوفوا فيه صنعته منزلي. كي تصنعيه منزلي الريحه اللي يعطي فيه انكرويابل، ريحه قويه بزاف. وغادي ندير عليه شويه زعفران. وغادي نضيف عليه الثوم وغادي نهز منه شويه زيت تاعه. فوالا شويه زيت تاعه، ونهز شويه ما ماشي بزاف. نخليه هنا. غادي نجيب هاد الدجاجه تاعنا وغادي نعمرها من كل جهه، وين ما طقت نعمرها داخل في الجناب. بنات رجعت لكم من بعد العمليه الجراحيه. نصيحه كي تروحوا عند البوشي قول هات الدجاجه تاعي، انا شيت لك الدجاجه عليك، هات لي الدجاجه تاعي انا نفيريفيها كيما كانت ندير ماما الله يرحمها. ماما الله يرحمها كانت تجيب الدجاجه باش تفخصيها لنا، تقول مول البوشي عطيني الدجاجه تشوف نشوفها، تقول لها راني باغيه نفخصيها، يعني مانيش باغيه فيها ولا تقبى تغبن لي صراحه. تقول لها نجحت عمليه نجحت. هنا بنات انا هنا هاد العمليه، هاد لابوش غادي نديرها على خط السير. هاد العمليه هاد لابوش غادي ندوب ليها. ها هو انا اللي حجبت به الدجاج، هذا عندي فيه الثقه. فوالا هذا نحجب
نحن ندير هنايا هذاك ما نديرش فيه الدقيق. هكا ضربه وحده غادي طيب غادي طيب وتحمر. ولا خاصها حموريه خليها اللسان ما تزيريش عليها. فوالا خلي لها اللسان ما تزيريش عليها في البوسه باش ما تطرطقلكش.